بسم الله الرحمن الرحيم. أول درس عندنا النهاردة في التاريخ هنتكلم على ثورة 23 يوليو سنة 1952. وطبعا احنا عارفين ان ثورة 23 يوليو 52 اللي قام بيها مجموعة من الضباط الأحرار. وطبعا تنظيم الضباط الأحرار ده يتكون من مجموعة من ضباط الجيش المصري، وكان يتزعمهم هو جمال عبد الناصر. يبقى تاني، تنظيم الضباط الأحرار تكوينه كان يتكون من مين؟ أقول له الإجابة من ضباط الجيش المصري. طب سؤال، مين هو كان بيتزعمهم أو مين اللي كان بيتزعمهم؟ جمال عبد الناصر. طيب لو جاء سؤال قال لك تكوينه، خلاص أنا عرفت إن هو بيكون من ضباط واللي كان بيتزعمهم هو جمال عبد الناصر. طب لو اتسأل بقى في الأهداف، ما هي أهداف أو ما هو أهداف تنظيم الضباط الأحرار؟ ضرورة القيام بثورة للقضاء على الفساد. يبقى أول هدف هو القضاء على الفساد، ده رقم واحد. العمل على تحرير واستقلال مصر من الاحتلال، ده السبب رقم اتنين. هرجع تاني لكلامي، تنظيم الضباط الأحرار أنا عندي في حاجتين هنا مهمين، التكوين بتاعه والأهداف. التكوين مين اللي كونه؟ مجموعة من الضباط الجيش المصري يتزعمهم جمال. طب ما أهدافه؟ ضرورة القيام بثورة للقضاء على الفساد والعمل على تحرير واستقلال مصر من الاحتلال. طب في سؤال عايز حد كده يقول لي عليه، هو ثورة 23 يوليو هل ساعدت أي ثورات أو أي بلاد أخرى؟ طبعا كان ليها دور في ظهور بعض الحركات التحررية في العالم. زي ما احنا دلوقتي قلدنا وقمنا بثورة 25 يناير، قلدنا مين؟ تونس. نفس الوضع برضه لما قامت ثورة 23 يوليو 52 لقينا جميع البلاد العربية، الجزائر واليمن، كتير من البلاد العربية بدأت تقلدنا وتقوم بثورات، وبدأت الدول دي فعلا تاخد استقلالها وتاخد حريتها من الاحتلال، سواء الاحتلال البريطاني أو الاحتلال الفرنسي. يبقى هي ساعدت على ظهور حركات تحررية في جميع المجالات. طيب لما اجي اسالك اقول لك ايه؟ هو ما الاسباب التي ادت لقيام ثوره 23 يوليو 52؟ ايه السبب اللي قوم هذه الثوره؟ طبعا 6 حاجات ضايقوا الشعب المصري خلوهم يقوموا بالثوره ديت، وهي اول حاجه استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر. الاحتلال البريطاني مستمر في التدخل في شؤون مصر. عدم وجود حياه ديمقراطيه، مفيش حريه. فساد النظام الملكي، الملك كان فاسد وكان يميل إلى النزوات. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين سنة 48. تدهور الأحوال الاقتصادية لمصر كانت سيئة جدا، وقلنا الأحوال الاقتصادية يعني الزراعة، صناعة، تجارة. سوء الأحوال الاجتماعية، حالة المجتمع كانتش كويسة، كان في طبقة غنية بتملك وتستبد اللي هم الإقطاعيين، وعامة الشعب كان يعاني من الفقر والجهل والتخلف وانتشار الأمراض، فكان في سوء في توزيع ملكية الأرض الزراعية. هرجع تاني واسأل، عوامل قيام ثورة 52 6 حاجات: استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر، عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، فساد النظام الملكي، هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 48، تدهور الأحوال الاقتصادية، وسوء الأحوال الاجتماعية. طيب نمسك واحدة واحدة من الحاجات اللي أنا قلتها ديت واشرحها. نمسك أول عنصر وهو استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر. طب ده هل يشجع على قيام ثورة؟ طبعا، استمرار الاحتلال وتدخله في شؤون مصر الداخلية. ليه بقى؟ لأن كان الهدف من قيام الثورة هو التخلص من الاحتلال البريطاني، لأن معاهدة 36 اللي احنا عملناها مع الاحتلال البريطاني، وكان اللي عقدها مصطفى النحاس واللي لغاها برضو مصطفى النحاس في اكتوبر سنة 1951، تم الغاها زي ما خدنا في الترم الاولاني، لم تؤدي الى الاستقلال الحقيقي المعاهدة دي. واحنا فاكرين ليه بقى؟ لو جينا خدنا من الجزء ده سؤال، ليه معاهدة 36 لم تؤدي الى الاستقلال الحقيقي؟ ده سؤال يجي لي على شكل بما تفسر. ليه بقى ده لم تؤدي الى الاستقلال الحقيقي؟ هقول له بسبب قيام القوات البريطانية بمحاصرة قصر عابدين سنة في 4 فبراير سنة 1942، وأجبرت الملك فاروق على تعيين مين؟ تعيين مصطفى النحاس، وعزل مين كان فاكرين؟ اللي هو كان اسمه حسين سري رئيس الوزراء، فاكرينه؟
وطبعا كل ده لخدمة مصالح ايه بريطانيا. يبقى هنا ممكن اطلع بسؤال: معاهدة 36 لم تؤدي الى الاستقلال الحقيقي؟ لم تؤدي الى الاستقلال الحقيقي. ليه؟ هقول له بقى الإجابة: عندما حاصرت الدبابات البريطانية قصر عابدين في 4 فبراير 42 وطلبت من الملك فاروق عزل حسين سري وتعيين مصطفى النحاس. طب هاخد برضه هنا سؤال يجي لي صح وغلط: هل استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر ساعد على قيام ثورة الضباط؟ طبعا، يبقى الإجابة صحيحة. طيب ايه تاني عنصر كلمنا في قيام ثورة 52؟ عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، مفيش ديمقراطية. وهزيمة الجيش المصري. ناخد هزيمة الجيش المصري الأول. كان الجيش المصري في مقدمة الجيوش العربية التي شاركت في حرب فلسطين. يبقى كان الجيش المصري في مقدمة الجيوش العربية التي شاركت في حرب فلسطين. وكانت الهزيمة كانت بسبب ايه؟ طبعا سببا في قيام الثورة، حيث أدرك الضباط الأحرار إنهم يجب القيام بالثورة. وكان في بعض الآراء في الوقت ده اللي كانت بتقول أن ميدان الجهاد الحقيقي في مصر، اللي عايز يجاهد لازم يروح مصر. يبقى ممكن يسألني هنا في الحتة دي سؤال يقول لك ايه؟ هو مين اللي قال عبارة أن ميدان الجهاد الحقيقي في مصر؟ طبعا لازم أقول له الشهيد البطل أحمد عبد العزيز. طيب مين اللي قال عبارة تانية أن فلسطين لن تتحرر إلا بتحرر القاهرة؟ اللي قال هذه العبارة هو برضو مين؟ جمال عبد الناصر. يبقى أنا هنا عبارتين. أول عبارة، طبعا الفقرة دي كلها أنا بطلع لك الأسئلة اللي فيها. أول حاجة يقول لك مين اللي قال هذه العبارة إن ميدان الجهاد الحقيقي في مصر؟ الشهيد البطل أحمد عبد العزيز. طب مين اللي قال إن فلسطين لن تتحرر إلا بتحرر القاهرة؟ برضو هيبقى جمال عبد الناصر. يبقى نفرق بين أحمد عبد العزيز وجمال عبد الناصر. طب يجي لي في الحتة دي سؤال: بما تفسر أو اكمل الأول هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين عام؟ هقول له 1948. طب سؤال بما تفسر واحد على الحتة دي، ادي سؤال واحد. يقول لك ما أسباب الهزيمة في حرب فلسطين؟ هقول له الإجابة 3 حاجات: صفقة الأسلحة الفاسدة، دعم الولايات المتحدة وبريطانيا لإسرائيل، عدم استعداد الجيش المصري والعربي الحرب، ما كناش مستعدين ولا معنا أسلحة. فهمنا الفقرة ديت والأسئلة سواء اكمل أو بما تفسر أو من قال هذه العبارة. في حاجة كمان شجعت على قيام ثورة الضباط الأحرار وهو فساد النظام الملكي. أول حاجة عنصر رقم 1 هو استبداد الملك فاروق بالحكم، كان مستبد. 2 انحدار سمعة مصر بسبب نزوات الملك فاروق والرشاوي في تعيين وإقالة الوزراء، يعني كان بياخد رشاوي في تعيين وإقالة الوزراء. استغلال حاشية الملك فاروق نفوذهم وأرادوا الثراء الغير مشروع، يعني عايزين يتغنوا بسرعة عندما اتفقوا على صفقة الأسلحة الفاسدة ضد مين؟ ضد مصر. وطبعا ده اسمه فساد النظام الملكي. طبعا الضباط الأحرار رفضوا هذا الفساد، لأن طبعا مات عدد كبير جدا من الضباط بسبب اللي هو صفقة الأسلحة الفاسدة. من الحاجات اللي قومت الثورة كمان هو عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، حيث ازداد الصراع على الحكم بسبب فساد النظام الملكي وخضوع مصر للاحتلال البريطاني وفساد الأحزاب. يبقى ليه ما كانش فيه حياة ديمقراطية؟ ما هو الديمقراطية ان انا يكون عندي أحزاب وعندي حرية والملك ياخد رأي الشعب من خلال مجلس نواب معايا. لكن ما كانش فيه حياة ديمقراطية عشان عندي 3 حاجات. عندي 1 فساد النظام الملكي، 2 خضوع مصر كانت للاحتلال، 3 حتى الأحزاب اللي المفروض تعمل لصالح الشعب كانت بتعمل لإرضاء الإنجليز أو إرضاء الملك. فعشان كده طبعا كان سبب من أسباب قيام الثورة. ننقل لجزئية ثانية. الجزئية بتقول إيه؟ نكبرها شوية. تمام؟ بتقول تدهور الأحوال الاقتصادية. الأحوال الاقتصادية اللي هو الزراعة والصناعة والتجارة. طب ليه تدهورت؟ بيقول لك هنا في مقدمة: أدت معاهدة 36 إلى جعل مصر، اللي هي طبعا معاهدة 36 لسه قايلين عليها اللي عقدها مصطفى النحاس، إلى جعل مصر ميدانا للحرب العالمية الثانية. يعني المعاهدة ديت اللي هي 36 دخلتنا في الحرب العالمية الثانية واستنزفت موارد مصر، فلوس مصر ومحاصيلنا وموانينا ومطاراتنا، كل ده بسبب معاهدة 36. كل ده كان لخدمة مين؟ كان لخدمة بريطانيا وحلفائها.
وده طبعا ارهق الاقتصاد المصري مما زاد معاناه الشعب المصري. يبقى تاني، ما سبب تدهور احوالنا الاقتصاديه؟ بسبب معاهده 36 التي جعلت من مصر ميدانا للحرب العالميه الثانيه واستنزاف موارد البلاد لخدمه بريطانيا وحلفائها وارهاق الاقتصاد المصري مما زاد من معاناه الشعب المصري. طب سؤال تاني، تيجي ناخد في الحته دي سؤال اهو مثلا بيقول لك سؤال رقم 2، ما النتائج المترتبه على الكلام ده؟ ما النتائج المترتبه على أدة معاهده 6؟ ايه اللي نتج من معاهده 36؟ اقول له 1 جعل مصر ميدانا للحرب العالميه الثانيه، استنزاف موارد البلاد. طيب عندي جزء ثاني وهو اخر جزء من اسباب قيام ثوره 23 نشرحه بالتفصيل برضه، هو سوء الاحوال الاجتماعيه. طبعا احوال المجتمع المصري تفشت فيه ظاهره الفقر والجهل والمرض، وظهر ذلك في مأكلهم باين قوي، مشربهم، ملبسهم الخاص بغالبية الشعب المصري. يعني الكلام ده مش على فئة معينة، ده الأغلبية، ومعنى كلمة الأغلبية يعني فعلا الشعب بيعاني من سوء الأحوال الاجتماعية. طب إيه السبب الكلام ده؟ هنرقمهم، هنقول 1 هو عدم وجود سياسة واضحة للإصلاح الاجتماعي. ما كانش فيه سياسة واضحة، كل ما واحد يجي يتولى أو حكومة تتولى ما بتحطش خطة معينة للإصلاح الاجتماعي. طب ليه ده؟ بسبب الصراع بين الأحزاب كانت بتتصارع. طب ممكن نطلع هنا بسؤال، ليه عدم وجود سياسة واضحة للإصلاح الاجتماعي؟ هيبقى الإجابة إيه؟ الإجابة طبعا هقول له بسبب الصراع بين الأحزاب. تاني حاجة هو انتشار الإقطاع وسوء توزيع الأراضي الزراعية، جعل فئة صغيرة اللي هم أتباع الملك فاروق تملك وتستبد، وأطلق على المجتمع المصري ساعتها مجتمع النصف في المية، يعني ما بيتمتعش بأي حقوقه. طبعا وده كل اللي أنا قلته ده ساعد على قيام الثورة، والثورة دي عشان أقول لك هي قامت في صباح 23 يوليو 52 عندما توجه الضباط الأحرار في سرية تامة وخططوا وأعلنوا الثورة بعد أن نظموا صفوفهم وتحركوا فعلا في الصبح يوم 23 يوليو 52 واستولوا فعلا على المراكز الهامة في القاهرة والإسكندرية، واعتقلوا كبار الضباط والمسؤولين المسؤولين القدامى في الجيش. يبقى تاني أحداث الثورة عمل الضباط الأحرار. طب سؤال هنا بقى يقول لك اكمل، عمل الضباط الأحرار في علنا ولا سرية؟ لا سرية. خططوا لإيه؟ إن هم يقوموا بثورة ونظموا صفوفهم إمتى؟ صباح يوم 23 يوليو 52. طيب هل كانت في القاهرة بس ولا المراكز الهامة؟ استولوا على المراكز الهامة، كان في القاهرة والإسكندرية. كان في القاهرة الكلام ده والإسكندرية، واعتقلوا ساعتها كبار الضباط. مين اللي أذاع بيان الثورة؟ كان ساعتها محمد أنور السادات، كان فصيح اللسان وتوجه إلى مبنى الإذاعة المصرية وأعلن هذا البيان اللي هي تجاوزت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الفساد والرشوة، وأعلن بتعيين اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية يوم 23 يوليو سنة 52 الصبح من دار الإذاعة. وسيطر الجيش ساعتها على جميع قطاعات الجيش المصري، وخرج اللواء فعلا محمد نجيب من مبنى رئاسة الجيش في عربة مكشوفة متوجها إلى الشوارع القاهرة ووسط فرحة عارمة من الجماهير. طبعا كل الشعب ساعتها كان محتشد وفرحان جدا بالثورة ديت لأنها تخلصهم من النظام الفاسد وفساد الملك فاروق وأعوانه. ما هي مطالب الثورة؟ وده هنا فيها أكتر من سؤال، وده هنا نقسمه السؤال الثالث. لماذا تنازل الملك فاروق عن العرش؟ أولا إيه هي المطالب؟ هقول له 1 إن الملك فاروق يتنازل عن العرش لابنه الصغير أحمد فؤاد الثاني. 2 أن يغادر البلاد قبل الموعد المحدد يوم 26 يوليو 52. طب هوافق ولا ما وافقش؟ لا الملك فاروق وافق. طب ليه غادر البلد هو بأسرته بدون ما يعمل حرب أهلية؟ الإجابة لأنه أدرك أن الجيش والشعب الاثنين يكرهان حكمه، وفي نفس الوقت تخلي الإنجليز عنه، يعني الإنجليز ما وقفوش معاه، فقال لك أنا أحسن حاجة بقى أن أنا غادر البلد، ومشي فعلا. وفي 18 يونيو 53 فعلا تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وعين محمد نجيب رئيسا للجمهورية، واستمر حكمه حتى 14 نوفمبر 1954، وتولى رئاسة مصر من بعده جمال عبد الناصر.
فهمنا الجزئية ديت. ننقل على جزئية تانية. ما هي أهداف ثورة يوليو 52؟ عشان أحدد الأهداف دي هقسمهم في 3 قضاء وفي 3 إقامة. القضاء على إيه؟ أنا عايز أقضي على الاستعمار والإقطاع اللي هم بيملكوا الأراضي، واحتكار وسيطرة رأس المال، الناس اللي معاها الفلوس، وعايز أقيم جيش وطني وعدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية. مش احنا قلنا في أسباب للثورة؟ هي دي الأسباب بتاعت الثورة كلها، بس أنا عايز أصححها بقى، إن أنا أقضي على الاستعمار، الإقطاع، الاحتكار وسيطرة رأس المال، جيش وطني قوي، عدالة اجتماعية، حياة ديمقراطية. هو ده كان السبب. 3 قضاء و3 إيه؟ إقامة. ننقل لجزئية كمان. نكبر برضو الشاشة عندنا كده. تمام. نشوف ما هي إنجازات الثورة. ثورة الضباط الأحرار حققت انتصار كبير جدا، حققت نجاح في المجال السياسي، المجال الاقتصادي يعني في الزراعة والصناعة والتجارة، في المجال الاجتماعي، في المجال الدولي، في المجال العربي. تعال نشوف كل إنجاز حققته إيه. مثلا على سبيل المثال في المجال السياسي، وعشان أقدر أقول حققت إيه في المجال السياسي لازم أقولها بالتواريخ عشان تبقى أفضل في الحفظ. يبقى 52 أحفظها بالتواريخ. 52 53 يعني 52 53 18 يونيو 53 19 أكتوبر 54 18 يونيو 56 26 يوليو 56. كل تاريخ من دول حصل حاجة. في ديسمبر 52 إلغاء دستور 23. في يناير 53 حل الأحزاب السياسية. طب في 18 يونيو 53 تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وتعيين اللواء محمد نجيب. طب في 19 أكتوبر تم لسه قايلين اتفاقية الجلاء، واتفقت ضباط الأحرار مع الإنجليز إن هم يخرجوا بعد 20 شهر من توقيع الاتفاقية. لو جيت حطيت ال20 على 19 أكتوبر هتطلع لي 18 يونيو 56 اللي هو رحيل الإنجليز عن مصر بعد احتلال دام 74 سنة، اللي أنا بسميه عيد اسمه عيد الجلاء. وفي 26 يوليو 56 تم تأميم شركة قناة السويس، فأصبحت شركة مصرية بإدارة مصرية خالصة، وينتج عنه طبعا العدوان الثلاثي على مصر. هناخده بعدين. ناخد كمان ايه الثوره حققته في المجال الاقتصادي. في المجال الاقتصادي يعني هنتكلم على الزراعه والصناعه والتجاره. في الزراعه اكيد طبعا استصلاح الاراضي، اكيد طبعا زياده الارض الزراعيه، وانشاء اهم مشروع لمصر وهو السد العالي سنه 1971. ويجي لك سؤال في الحته دي يقول لك ايه ما اهميته؟ ايه اهميته السد العالي؟ كان ايه اهميته؟ 1 حمايه مصر من الفيضان، 2 تخزين المياه وتوليد الكهرباء، 3 الأهمية إقامة دلتا جديدة في جنوب مصر. في مجال الصناعة إيه اللي الثورة حققته؟ أنشأنا أول مصنع للحديد والصلب في حلوان، ومصنع الأسمدة في أسوان. اهتم الضباط الأحرار بالتعليم الصناعي ومراكز للتدريب المهني لتعليم الشباب حرف معينة، البحث والتنقيب عن البترول وإنشاء معامل للتكرير. ده فعلا حققت الثورة إنجازات كتيرة. في مجال التجارة بقى فتحت أسواق جديدة في الخارج لتسويق منتجاتنا كلها في الخارج. تمصير البنوك، وأهم حاجة تمصير، لأن البنوك كلها كانت أجنبية، وأول بنك أنشئ كان البنك الأهلي، لكن هم مصروها يعني جعلوها موظفين وتابعة لمصر. وإنشاء شركات للتأمين، وعملوا شركات كمان للاستيراد والتصدير. كل اللي أنا بقوله ده هو إنجازات الثورة في المجال الاقتصادي. يبقى هنا لما يجي يقول لك هي الثورة حققت حاجة في المجال الاقتصادي، أقول له طبعا حققت كذا حاجة. أول حاجة حققت في المجال زي ما احنا اتفقنا في المجال الاقتصادي في الزراعة، وابدأ أقول له استصلاح الأراضي وإنشاء السد العالي. يقول لك أنشئ السد العالي سنة كام؟ 1971. طب يقول لك مثلا الزراعة هل مصر استفادت؟ طبعا مصر استفادت في الزراعة، استصلاح كثير من الأراضي وزيادة الإنتاج في عهد الثورة. طب نقطة تانية، ننقل على جزئية تانية. طيب نشوف هنا ايه اللي حققته الثورة في المجال الاجتماعي. القضاء على الاقتراع.
اول حاجه في المجال الاجتماعي القضاء على الاقطاع. عن طريق ازاي هقضي على الاقطاعي ده؟ والاقطاعي هو اللي بيملك مساحات كبيره جدا من الاراضي. عن طريق اصدار قانون للاصلاح الزراعي في سبتمبر 52، والذي حدد ملكيه الارض الزراعيه ب 200 فدان. وعايزك تفهم ان القانون ده ما صدرش مره واحده، على 3 مراحل. في الاول حددوا الملكيه للاقطاعي ان هو لا يملك اي فرد اكتر من 200 فدان، وبعدين لهم كتير فقللوهم خلوهم 100 فدان، وبعدين القانون قللوهم كمان ل 50 فدان، وهياخدوا الاراضي دي كلها وهيوزعوها على الفلاحين المصريين، بحيث ان كل فلاح هياخد 5 أفدنة. والقانون ده صدر في 9 سبتمبر 52. وتوزيع الباقي كل الاراضي على الفلاحين. وصدرت قوانين اخرى حددت الملكيه ب50 فدان، وما طبعا 50 فدان ديت برضو كانت كتير، بس هم حددوها قلنا من 200 ل 150، مما زاد من تملك الفلاحين للاراضي الزراعيه. القضاء على الاحتكار وسيطره راس المال، ده برضو من الحاجات الكويسه اللي هو في المجال الاجتماعي. اصدار قوانين التاميم الاشتراكي، وقانون التاميم الاشتراكي ده صدر في يوليو سنه 1961. اقامه عداله اجتماعيه في المجال الاجتماعي برضو. القضاء، ما انا قلنا هنا في المجال الاجتماعي اللي هو ده عندي هنا حاجتين: قضاء على الاقطاع، وقلت ازاي انا قضيت عليه بقانون اسمه قانون الاصلاح الزراعي 9 سبتمبر، وقلت بقانون تاني اسمه قانون اللي هو القضاء على الاحتكار وسيطره راس المال، وقانون تاني اللي هو التاميم الاشتراكي اللي هو 1961. طب اقامه عداله اجتماعيه ماله بقى؟ بيقول لك الحاجات اللي حققتها الثوره: مجانيه التعليم بجميع المراحل، بجميع المراحل بما فيهم التعليم الجامعي طبعا، وإنشاء المدارس وإنشاء العديد والتوسع في إنشاء المدارس والجامعات. إقامة الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية. تحديد ساعات العمل واشتراك العمال بمجالس الإدارة والشركات وتحديد نسبة لهم في الأرباح. إصدار قوانين للتأمينات وقوانين للمعاشات الاجتماعية للموظفين والعمال. منح المرأة حق الانتخاب والترشيح لمجالس الأمة اللي هو مجلس النواب حاليا. سنة كام الكلام ده؟ سنة 1956. يبقى كده الثورة حققت إنجازات اجتماعية كتير. في المجال العربي توحيد الجهود العربية لصالح حركات التحرر الوطني. فساعدنا السودان، عايز افهمك ان ثوره 23 يوليو ساعدت السودان عشان تاخد حريتها، ساعدنا الجزائر، تونس، المغرب، وساهمنا كمان في استقلال الكويت والعراق واليمن، ده احنا لينا دور جامد قوي. واقامه اول وحده عربيه بين مصر والسودان في 1958. وعقدنا اتفاقيه ثلاثيه كان ساعتها مع السعوديه وسوريا، ثم انضمت اليمن للدفاع عن حق ساعتها الصومال في تقرير مصيره. كل ده دور الثوره ودور الضباط الاحرار، ساعدوا كل البلاد العربيه اللي انت شايفها، سواء السودان، سواء الجزائر، سواء تونس، سواء المغرب، سواء الكويت، العراق، اليمن. عملنا وحده بين مصر والسودان في سنه 1958، اتفاقيه ثلاثيه. 4. تأييد ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني، وما زال بنساعد الشعب الفلسطيني ان هو ينشئ دوله مستقله عاصمتها القدس الشرقيه. في المجال الدولي، الثورة في المجال الدولي أسهمت في تشكيل حركة اسمها حركة عدم الانحياز. والأول نفهم يعني إيه حركة عدم الانحياز. يعني عدم الانضمام للكتلة الشرقية أو الكتلة الغربية. أنا عندي كان كتلتين، الكتلة الشرقية اللي هي روسيا، والكتلة الغربية اللي هي الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا. ضباط الأحرار أعلنوا بعدم الانضمام إلى الكتلة الشرقية ولا الكتلة الغربية، اللي هو تشكيل حركة اسمها حركة عدم الانحياز. وظهر الدور الرائد لمصر مع كل من الهند ويوغوسلافيا سابقا في مؤتمر اسمه باندونج باندونيسيا سنة 1955. وأعلنا في المؤتمر ده حركة عدم الانحياز ده عدم الانضمام للكتلة الشرقية أو الكتلة الغربية. وساعدنا برضو في المجال الدولي دول أفريقيا، مش ساعدنا العرب بس، كمان الدول الأفريقية لنيل استقلالها، مثل مثلا الثورة الكينية والكاميرون والكونغو وغينيا وأنجولا وموزمبيق وجنوب أفريقيا وزيمبابوي معايا. طبعا كل ده دور لثورة 23 يوليو. الدعوة لعقد أول مؤتمر لتضامن الشعوب الأفريقية. دعينا المؤتمر ان الشعوب كلها الافريقيه والاسيويه تتضامن مع بعض، وعملنا فعلا المؤتمر ده في القاهره سنه 1958. يبقى كان لينا دور ولا ملناش.
كسر احتكار الأسلحة العالمية بعد صفقة الأسلحة الشرقية سنة 1955. يعني كانت الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا محتكرين الأسلحة، احنا جبنا أسلحة من الاتحاد السوفيتي، فكده كسرنا الاحتكار على الأسلحة، وده كان دور كويس جدا لثورة 23 يوليو. يبقى زي ما شفنا ان ثورة 23 يوليو كان ليها انجازات، والانجازات هي نتائجها سواء في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي. والمجال الاجتماعي اتكلمنا عنه اللي هو القضاء على الإقطاع والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال وإصدار قوانين التأمين الاشتراكي ومجانية التعليم وإصدار قانون للتأمينات والمعاشات. وكمان كان ليها دور كبير جدا في المجال الدولي والمجال العربي، وعرفنا ساعدت في المجال العربي كثير من الدول العربية للحقوق على الحصول على الاستقلال. وفي المجال الدولي عرفنا برضو ان هي شاركت في حاجات دولية زي حركة عدم الانحياز مع الهند ويوغوسلافيا، ساعدت جميع دول افريقيا في الحصول على الاستقلال، عقدت دعوات لعقد مؤتمر لاتحاد الشعوب الافريقية مع الاسيوية في القاهرة 58، كسرنا احتكار الاسلحة عندما عقدنا صفقة الاسلحة مع دول الشرق اللي هي روسيا سنة 55. كل ده انجازات للثورة. والى اللقاء في الحصة القادمة ان شاء الله في درس التاريخ.